السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي دول التلات ترابيع اللي احنا كنا سويناهم في بعض. كان في تربيعة عالية وتربيعة واطية، سويناهم في بعض، وبعد كده عملت بتون، وبعد كده اديت مية وطلعت معايا شوية جرجير لان كنت زارع جرجير. بعد كده حرت. بعد كده جبنا بعد الحرت ب10 ايام 15 يوم جبنا الجرار الليزر، رجع لزر تاني. بعد كده بنجيب الستارة نحط فيها بذور او التقاوي بتاعت البرسيم، ونبدأ نزرع بإذن الله. طبعا هو فرد عمل لها ليزر وخليته فرد شوية السباخ على نقلة السباخ اللي انا كنت جايبها. بيبدأ ياخدها بالطول الاول وبعد كده بالعرض، وبعد كده ياخدها ايه دورانات. بعد ما يخلص كده طبعا هجيب جرار يعمل لي بتون، يعني يرجع تاني يقسم كل تربيعه لوحدها، بحيث اقدر ان انا اتحكم في الميه، او يعني ما ينفعش اروي مساحه زي كده كلها مع بعضها. فلازم انا اعمل فواصل ما بين كل تربيعه وتربيعه، بحيث كل محبس يبقى يعتبر بيروي تربيعه زي التربيعات اللي زي كده القديمه. فطبعا زرعة البرسيم من الزراعات اللي هي مجزية وبتدخل فلوس، تمام، ويعتبر فلوس شهرية، يعني كل حشة بيجيلك فلوس فبتمشيك. طيب ايه مشاكلها؟ مشاكلها اللي هي بتحتاج مية، مشاكلها اللي هي بتحتاج برضو مصاريف كتير، يعني الفدان بيكلف مبلغ عشان يتزرع، محتاج عشان يتظبط فدان، عشان يتظبط ويتأسس والكلام ده محتاج ولا 7-8 آلاف جنيه عشان خاطر يتزرع، تقاوي وخدمة وليزر والكلام ده كله. لأن كيلو التقاوي ب100 جنيه، والفدان بياخد له حوالي 25 كيلو 30 كيلو برسيم. فطبعا زرعة مهمة بالنسبة لأي حد جاي في الوادي الجديد. لو معاه شوية مية متوفرين يقدر اللي هو يزرع برسيم، لو حتى نص فدان بس، ويهتم بيه اهتمام كويس بجد يعني، وما يشتتش نفسه، ربنا هيكرمه ويرضيه منه. دلوقتي طن البرسيم الحجازي ب3200 جنيه. فطبعا حاجة ممتازة، يعني الفدان ممكن يجيب له 2 طن و2 طن وي كمان لو اهتميت بيه. فانت متخيل حتى لو معاك نص فدان انت ربنا كرمك واهتميت بيه اداك طن، 3200 جنيه من نص فدان بس، برضه يعني يعتبر دخل ثابت تقدر تنظم نفسك عليه، واي مصلحة بقى جنب من البرسيم تقدر تمشي نفسك على، لو انت زارع شجر ولا حاجة تقدر تمشي نفسك لغاية ما ربنا يسهل والشجر يبدأ ينتج معاه. طبعا انا اسف الفترة اللي فاتت ديت انا فعلا تعبان، ورغم تعبي مشغول جدا وبعمل حاجات تانية كتير، وبرضو يعني برضو انا ما بحبش تزويق الكلام، وما بحبش اللي انا يعني اكون طالع عايز اعمل شو يعني او بتاع، يعني انا بدي المعلومة سواء المقطع دقيقة نص دقيقة وبقفل، بس مضطر ان انا اطول بعد كده لان انا محتاج فعلا برضه، حتى لو اليوتيوب دخل لي دخل هيكون حاجه كويسه يعني تمشي، لان طبعا الحياه بقت صعبه والعيشه بقت غاليه. فانا طبعا بكلمكم كده على اساس يعني اكيد في ناس برضه متضايقه بيقول لك فيديوهاتك قصيره، يعني احنا نفسنا الفيديوهات تبقى طويله والكلام ده. فانا بقى يعني هضطر ان انا اقعد بقى يعني ايه اتكلم طبعا في حاجات، وفي نفس الوقت شويه نسكت ونتفرج على الجرار. شايفين الجرار يا جدعان؟ يعني انت عايزين نعمل كده يعني ولا ايه؟ على العموم برضو عادي، يعني في جو منظر الغروب والجرار وهو شغال والكلام ده بيبقى يعني شكله جميل. طبعا هناك الكافيتيريا اهي، والدوار هناك اهو، الشجر والبركه
الكلاب الصغيرة دي، والبرجين اللي جنبي. طبعا انا صورت او عملت الفدان وكام قيراط اللي هم مزروعين برسيم حجازي عندي في الاول، عملتهم بالرشاشات. لسه نتيجة الرشاشات فيهم مش هتبان معايا دلوقتي، لان انا بروي غمر في الاول عشان اثبت التربة، فكان الحفر اللي اتحفر والكلام ده، فهيبان معايا نتيجة الرشاشات ان شاء الله لما ابدأ اشتغل بس رشاشات او مرة غمر، وطول فترة الري بعد كده بروي رشاشات، تبدأ تبان معايا النتيجة. طبعا حتى انا بروي غمر دلوقتي برسيم عطش مني فترة كبيرة، فده بيأثر في حجم البرسيم. البرسيم لما بيعطش اصلا في ناس بتعطشه عشان يزهر ويبدأ يطلع ايه بذور، فعشان يطلع بذور اكتر، او ما بتعطشه وهو صغير بتبص تلاقيه هو بيفضل قصير عشان يبقى التركيز كله على البذرة. فطبعا البرسيم عندي على ما اعتقد اللي هو مش هيطول اطول من كده، فانا بالتالي هضطر ان انا احرته عشان خاطر ابدا اللي انا يجدد معايا ويديني ارتفاع، واقدر ايه ابيع او اكل، يبقى عندي يعني برسيم كويس. فان شاء الله طبعا انا بدات اعرض فيديوهات، وده فيديو من ضمن الفيديوهات، وان شاء الله هصور برضو المرحله بتاعت السبتاره ومرحله الري، وباذن الله تابعونا خطوه بخطوه لنفيدكم ونفيد انفسنا لوجه الله، وباذن الله يكون في عائد مادي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.